هذا الجزء الثاني من ديستريكت بي 13. الجزء اللي فات غتلقاو قبل منه في لاشين يوتيوب. خليناها ملي وصل داميان ليتو اختو للدخله ديال الحي بي 13. واحد داميان ليتو باللي الحكومه الجديده غتحيد الجدار اللي عزلوا من الاحياء الاخرى، وباللي غيتفتحوا عندهم كوميساريات مدارس، وودعهم وتحرك في حال. داز 3 سنين على داك البلان، مشات الحكومه القديمه، جات حكومه جديده، ولكن الوضع بقى كيف ما هو. الحي مازال داير بيسور كيعزلوا على المدينه، واكثر من هذا الشيء الجريمه غادا وكتزاد. تقسموا الناس ديال الحي ل4 ولا 5 ديال المجموعات. السود داروا منطقه بوحدهم كيبزنزوا فيها، الاسيويين داروا منطقه مختصه في داك الشيء ديال الهاك، وصحاب الحي حتى هما داروا منطقه كيصنعوا كيبيعوا فيها المتفجرات. القانون اللي كان حاكم الحي هو السلاح، عندك غتعيش، ما عندكش نضم لشي واحد عندو باش تعيش. وسط هذا العالم ديال العصابات كانوا عايشين ناس ابرياء ما دايرينها لا بيديهم لا برجليهم، واصلا هما اللي مخليين الحكومه ما تدمرش الحي. فحال قلتي دوك العصابات شادينهم رهائن. الفرق اللي كاين هو الناس يبغيو هذا الحي وجالسين فيه بخاطرهم. ليتو ما تسرطاتش ليه الحكومه ما نفذاتش داكشي اللي وعدتهم به، ولا يوميا كيهز معاه كميه ديال